أشهد أن الشيخ مقبل بين القصر الحصين في بلد دماج شيد جميع أركانها. أشهد أن الشيخ مقبل بين الحصن الحصين قوام الدعوة على العلم والساس المتين العقيدة صافية واضح برهانها. إلقاء الخطبة الجمعة والإيدين بغير لغة العربية علما بأن المخاطبين أعاجم أصابكم الله تعالى ذكره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخطبة التي هي خطبة الجمعة مأمور باستماعها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له. فالذي يظهر لي أن خطبة الجمعة وكذا خطبة العيد لا بد أن تكون باللغة العربية. هذا وقد توسع بعضهم فأجاز أن يصلي باللغة الفارسية، وإن شاء الله نتثبت من أخينا الشيخ الفاضل عبد الرحمن حفظه الله تعالى. ماذا عندك يا أخانا عبد الرحمن في خطبة الجمعة وخطبة العيد؟ تعال بارك الله فيك، تعال وقل ما عندك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الخطبة بغير اللغة العربية، لأن المقصود من الخطابة في يوم الجمعة ويوم العيد هو تذكير الناس ووعظ الناس وتعليمهم ما تيسر من دين الله تبارك وتعالى. فإذا قام الخطيب وهو بين أقوام أعاجم لا يفهمون اللغة العربية فتكلم باللغة العربية، وهذا حاصل كما أخبرت من بعض الإخوة الصوماليين وغيرهم، يكون الخطيب في مجتمع أعجم فيتكلم بكلام بليغ وجميل، ثم يكون أكثر الحضور لا يفهمون شيئا. ماذا يفعلون؟ بعد خطبة الجمعة يقوم واحد من المترجمين يقول: قصد الخطيب كذا وكذا وكذا. لا شك أن المترجم يكون على عجل. لماذا؟ لأن الناس ما جاءوا إلا لخطبة الجمعة وقد سمعوا الخطبة وصلوا الصلاة وليسوا مستعدين أن يسمعوا جميع ما يترجمه هذا المترجم. فبالتالي والله تعالى أعلم يقل النفع هذا، والله تعالى أعلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى لا شك يكون بما يتلى من كلام ربنا عز وجل في هذه الخطبة ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالصلاة. الصلاة من الذكر الذي أمرنا بالمسارعة إليه. هذا والله تعالى. تفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن.
أشهد أن الشيخ مقبل بنى القصر الحصين في بلد دماج شيد جميع أركانها. أشهد أن الشيخ مقبل بنى الحصن الحصين في بلد دماج شيد جميع أركانها. قوم الدعوة على العلم والساس المتين، العقيدة صافية واضح برهانها. منهجه نهج السلف لا يسار ولا يمين، والبدع واهل البدع ما دخل بيبانها. في حياته كان يصدع لكل السامعين، ما جعل له حزب سري يخان عيانها. واشتهر بالعلم واقبل عليه الطالبين من جميع أنحاء البسيطة ومن جيرانها. راية السنة رفعها وغاض المفسد